نصيحة أنا بنصحها لك ولازم تعملها. زوجتك هتعمل خلاص بقت طليقتك، هتعمل تمكين منفرد، تابع مع محضرين التنفيذ. والله يخليك روح الشقة وخليه يكتب في محضر الجرد كل الحاجات اللي موجودة في الشقة، علشان اللي أنا شايفاه جديد إن في محاضر تنفيذ تمكين منفرد ما فيهاش جرد لمحتويات الشقة، وده غلط. انت اللي هتلف بعد كده وتجري. عشان كده عرفت ان هي هتعمل تمكين منفرد تابع مع محضر التنفيذ. عايز تدخلها الشقة دخلها براحتك طبعا، بس اقل ما فيها تمضي على سبيل الامانة جميع المنقولات اللي موجودة في الشقة. ليه؟ عشان ده مسكن الحضانة، المنقولات دي للصغير، هي كده كده هترفع عليك تبديد منقولات، فما تبقاش مرفوع عليك تبديد منقولات وما يبقاش هي نزلت بالعفش كمان واخدت منك الحاجة، تبقى انت كمان خسرت منقولاتك، يعني حتى ما تعرفش تاخدها بعد ال15 سنة، وكمان لا تدفع الفلوس لا تجيب لها منقولات قصاد القاضي، يبقى انت كده خسران من كل ناحية.